العريس مات في ليله الدخله ديالو. انا مصطفى الأجب كندير قصص حقيقيه اللي كناخذوا منهم عبره. اسماعيل هذه 6 سنين قبل كان تعرف على هاد البنت وخطبها، ولكن الظروف الماديه ديالو ما سمحاتش ليه يدير العرس ويتزوج بها، فقرر انه يهاجر ويمشي يخدم ويجمع صريف ويرجع يدير العرس. وفعلا مشى خدم وتغرب لمده 5 سنين. 5 سنين وهو كيكافح بعيد على والديه وكيجمع ريال بريال حتى وصل هذاك النهار اللي اتفقوا عليه يديروا العرس، وهو نهار 28 في شهر 10 ديال العام اللي فات. دخل لمصر وجدوا كل شيء وعرض على صحابه وعائلته كامله، وكل شيء كان فرحان بهم وخصوصا هو ما قداتو فرحه. داز داك النهار ديال العرس وبالليل ركب طوموبيل هو ومراته وجد الطريق لدارهم، وهما غاديين في الطريق شويه اسماعيل وعلى غفله تصب بسكته قلبيه ومات وهو حاط راسو على مرته. في البلاصه الدم والامانه امنته سبحان الله وهو حط راسو على الكتف ديال مراته. داوه للسبيطار وداروا ليه التشريح ولكن ما لقاو عنده والو، وقالوا باللي سكته قلبيه هي السبب. يا موت غيبت الذين نحبهم. العبره من هذه القصه هو ان الموت ممكن تجي في اي لحظه، ما كتسناكش حتى تكون واجد وفرحان ولا حزين عاد تجيك. كل واحد فينا مكتب ليه النهار والساعه والثانيه اللي غيتوفى فيها، وهذا الشيء علاش رد البال ما يجيكش ملك الموت في واحد الحاله اللي غتغضب الله. نسولكم وجاوبوني في التعليق، واش كتاخذوا عبار من هذه القصص اللي كنقدم ولا لا؟